الخبرات هي الفيصل، ولكن اروح سريعا للكابتن حازم امام مدير الكره بنادي الزمالك. كابتن حازم مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. مساء الخير يا حبيبي. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن مصر كلهم، تحياتي للجميع. اهلا بيك. ما شاء الله عندكم استوديو قوي جدا جدا جدا. الصوت يا جماعه وانا مستمعين. كل الرجاله وكل النجوم هنا ما تقلقش. بيحييكوا بيقولوا استوديو قوي جدا. كابتن حازم يعني اكد. انتوا حد سامع كابتن حازم يا جماعه؟ لا دلوقتي سامعينك كويس. سامعيني كابتن حازم دلوقتي؟ وبس كان الجمله اللي قالها في الاول ان يعني بيحييكوا وبيقول ان الاستوديو ما شاء الله جميل. معلش عرض لك يا حازم النهارده، معلش حبيبي. كابتن حازم، يعني هناك اخبار كتير وانباء كتير، هل حصل اتصال مع مسؤولي نادي الزمالك؟ هل حصل اقاله ام استقاله؟ هل الكلام ده لسه فيه كلام؟ طبعا اكيد يعني طبعا اكيد الخبر صحيح وده حق اداره النادي. احنا طبعا النهارده لعبنا مباراه سيئه للغايه، فحق الزمالك يخسر 2-0 من الاهلي، اداء سيء. فطبيعي ان اي اداره هتشيل المدرب وتشيل الجهاز، ده طبيعي. يعني الموضوع مش مفاجاه بالنسبه لي، يعني وكان متوقع ان انت لو بتخسر وتخسر من الاهلي. فانا مش زعلان على الاقاله دي، اخر همي يعني موضوع الاقاله. انت عارف يا سيدي، يعني الموضوع بالنسبه لي كان نادي الزمالك وحب نادي الزمالك، لكن هو اللي انا زعلان عليه هو الاداء وليس النتيجه، لان النتيجه انا ما اتضايقش لو لعبنا كويس وخسرنا، لكن الاداء هو اللي كان. يعني انا حزين على الاداء اكتر من ان انا يعني نمشي وكمان الهبل ده مش فارقه معايا خالص، نمشي ولا نيجي. الموضوع اساسا يعني اتعامل عشان حبك في نادي الزمالك حبيبي. فعمري ما هندم ان انا كنت في المكان ده، ولا عمري ولا هزعل ان انا مشيت او ما جيتش، لان ده حق اصيل لمجلس الاداره ومستر مرتضى منصور، وراجل انا عايز اشكره على الفتره اللي قضيتها في نادي الزمالك وعلى اللي عمله معايا، وان كان في طبعا العزم المحترم اللي عمله وتعاملوا معايا بمنتهى الاحترام طول الشهر ونص ده. وده حق زي ما بقول لك، حق اصيل لنادي الزمالك. وانا شايف ان انا اللي زعلني بصراحه، اللي زعلني هو الاداء وليس النتيجه. زي ما بقول لك انا مش هتضايق لو لعبت كوره وخسرت، لان كل الناس بتخسر، كل الناس بتلعب ومفيش حد بيكسب كل ماتشات، لكن هو الاداء هو اللي يعني مش فاهم ليه. واتمنى يعني ان احنا يعني لو احنا مشينا والزمالك هيتحسن اداؤه او نتائجه فنمشي، احسن حاجه ان احنا نمشي. يعني الموضوع مش بس يا كابتن حازم، انا الزمالك فضل علينا يعني. بس يا كابتن حازم، انا يعني ملاحظ ان انت ميدو كان معاه تصريح دلوقتي وقال لك يا جماعه انا اتكلم زيك بالظبط برضو كده، وكان كل احترام المجلس، وقال ده قرار حق اصيل اليوم، ولكن قال المشكله مش فيا او مش فينا كجهاز فني. فانت حاسس ان الرحيل هيصحح من نادي الزمالك؟ اتمنى يعني انا اتمنى. احنا اشتغلنا بما يرضي الله يعني، واللعيبه كلها انا بحييها، واللعيبه رجاله ممكن يبقى مش في حالتهم الفنيه، ولكن هم كل واحد يبذل اقصى طاقاته. لكن طبعا في مشاكل فنيه كبيره، حاولنا على قد ما فهمنا يعني، او على قد فهمنا القليل. يا رب اللي جاي يكون احسن، يا رب اللي جاي يكون او يا رب اللعيبه تكون احسن. يعني اكيد نتمنى الخير لنادي الزمالك دايما، وهي تجربه انا مريت بيها وكان نفسي امر بيها، وعمري ما هندم ان انا مريت بالتجربه دي. يعني في ناس كتير انت عارف يا سيف، من اول ما مسكت الناس مخوفاني ولا، ومع المستر مرتضى منصور ما حدش بيعيش وبيمشوا على طول، لكن وانا قايل لك من اول يوم انا حتى لو مشيت ثاني اسبوع مش هتضايق، لان انا يعني الواحد الشغل الثاني زي ما تندم عليه ابدا. ان كان في اي حته يعني، كان مدرب، ان كان مدرب اي حاجه، الشغل في نادي الزمالك في حد ذاته شرف كبير ليا، وان انا انتمي لنادي الزمالك بغض النظر جوه ولا بره، فده في حد ذاته انا مبسوط. انا عارف ان انا عمري ما فيش مدرب مثلا او يعني جهاز بيفضل طول عمره عايش في نفس المكان. المدرب عايش على كوره، على لعيب كوره، على ان هو يجيب جون، على ان جون يصد. انت عايش على كده، وخصوصا في مصر يعني. ومحدش عايز يقول لك حاجه، ومحدش يلوم مرتضى منصور ان هو يمشي الجماهير. ليه يا سيف؟ لما تيجي تبص على الناس الطبيعيه قبل الماتش، الناس كلها بتقول لك لو الزمالك خسر لازم يمشوا 100، لو الزمالك يعني نسبه كبيره كده من جماهير الزمالك. فهي انت بتقعد تقول الاداره ما بتمشيش، وانت كفكر واحد اساسا مشجع عندك الاحساس على طول ان اي خساره لازم تمشي الناس بالجهاز. الفكر ده موجود عند الناس بشكل كبير، مش عند الاداره. يعني الناس بتقعد تلوم مرتضى منصور او مستر مرتضى منصور ان هو مع اي بتاع بيخسر بيمشي، ولكن هو خلي بالك يعني، بص مثلا على مواقع كتيره في نادي الزمالك، لما هتلاقي قبل الماتش ناس كتيره جدا لو الجهاز مش خسر لازم يمشي. بقى الفكر هو واحد للاسف الشديد. الموضوع يعني ما حدش يلوم على الاداره، لان هو نفس بقى فكر ناس كتيره جدا ان مع اي خساره لازم يمشي الجهاز.
وهي دي المشكله، ان اللعيبه اللي انا يعني شرفت ان انا اكون معاهم، يعني طول ما عنده احساس ان المدرب هو اللي بيمشي. صحيح. هو دايما يعني هقول لك حاجه، احنا لما جينا كسبنا الاربع ماتشات ورا بعض، وكان كل 3 ايام ماتش وكل يوم ماتش، خلي بالك انت مش هتدي كوره، لكن هم عندهم خدوا الحقنه ان هو ايه، ميدو حازم، فالناس بتعمل الماكسيمم، فاهم؟ لكن لما يعني مفعول ان حازم وميدو راح وابتدى بقى الموضوع يشتغل فنيا شويه، فابتدى الموضوع يقل شويه عليهم، لان هم يعني ممكن مش لسه الفكر لازم ياخد وقت شويه. انك تشتغل في وسط الموسم منتهى الصعوبه على كل 3 ايام ماتش. يعني مستر فرير لما جه كان حصلت مشكله الدفاع الجوي، فالدوري وقف 40 يوم، فالراجل اشتغل 40 يوم، عمل ماتشات وشاف لعيبه وخد وقت واشتغل احسن من فتره الاعداد يعني. فاشتغل بشكل مريح، لكن انت بتشتغل تحت ضغط رهيب رهيب، ماتشات قويه جدا ورا بعض. بس انا يعني زي ما بقول لك مبسوط بالفتره، وبشكر الناس كلها، كان اداره وكل على فكره مش اداره. بس قلت جمله معلش يا كابتن حازم هقف عندها، وقلت ان مواقع الزمالك بتكتب ان في الهزيمه لازم، مش الزمالك بس. لا مش قصدي، لا حتى لا يعني مش قصدي، كان مع بيتيرو بيخسر، معلش برضه عشان اوضح، لان جمهور الزمالك عظيم وواقف ورانا بصراحه، وانا بحييهم وبشكرهم، وبتاسف لو كنا مش هنحظن. حتى جمهور الاهلي لو كان بيخسر مع مثلا يخسر ماتش واحد مع بيتيرو، على فكره الشغل اللي موجود طبعا كابتن زيزو عامل شغل كويس، ولكن بيتيرو عامل شغل كويس فنيا. الناس برضه الفكره في مصر ان هو لما حد بيخسر ماتش ماشي المدرب وحش. لا انا قصدي انا مش قصدي كده حازم، انا قصدي ان انت مثلا كنت مستني شويه مثلا من الاعلام الابيض او الاعلام الزملكاوي او بعض مواقع الزمالك يبقى في مسانده ولا كلها؟ لا الناس بصراحه كلها مساندانه، انا بتكلم على الكومنت بتاع الناس، لا لكن كل الناس والمواقع الرياضيه الزملكاويه وكل الناس كانت في ظهرنا بصراحه، وحاجه جميله ومشرفه وبشكرهم. انا بتكلم على لما تيجي تقرا الكومنتس بتاعت الناس بقى، الافراد العاديين، جمهور يعني بتلاقي الجمهور العادي بتاعنا، فالعادي بتاع مصر مش بتاع الزمالك بس، يعني دايما عنده اي فرقه لازم تخسر ماتش او مثلا يتعدي في ماتش خسرت ماتش لازم يقول لك امشي، يمشي الناس دي، هات حد تاني. يعني ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت كمشجع بتتكلم بفكر، ولما يجي الاداره تطبقه انت دايما بتنقضه، مع انك انت هو ده للاسف اللي موجود. يعني انت معايا يا كابتن حازم ولا ضده؟ مع الفكر ده ولا ضده؟ لا الفكر ده صح ولا غلط؟ انت تمشي مدرب مع كل احنا مثلا وصلنا للاسماعيلي، وابتدى الناس تقول لك هيمشي، طب هيمشي ليه؟ ما احنا كسبنا 4 ماتشات، منهم امتي ومنهم المصري ومنهم الداخليه، حد بيتعامل كده يعني، فاهم؟ ولكن هو ده الفكر اللي موجود، فانا يعني انا عارف ان احنا كنا خسرنا النهارده او ان احنا هنمشي، امر متوقع بسبب الضغوط اللي موجوده، وبسبب ان الناس مهيئه دايما ان نادي الزمالك مع اي خساره هيحصل هذا التغيير. فبالتالي ما عنديش مفاجاه يعني، ومش متضايق والله يعني، انا بالعكس مبسوط، يعني مش مبسوط طبعا، بس كان نفسي ان انا يعني الواحد يبين ان لغايه دلوقتي ما بينش لا فكر ولا بتشتغل بشكل، لان كل 3-4 ايام ماتشات جامده جدا، وعندك اصابات كبيره جدا. لكن زي ما بقول لك ارجع تاني اقول لك، انا اتعاملت مع ناس محترمه في نادي الزمالك، كان اداره او لاعبين، حتى بغض النظر ان انا زعلان من اداء اللعيبه بصراحه بشكل كبير، واخطاء فرديه كتيره جدا النهارده، لكن اللعيبه كانت انا بحترمهم ورجالهم وعملوا اقصى ما في مجهودهم، ولكن في الاخر طبعا ممكن قدرات تركيز قل، خلي بالك عدم وجود خط اعداد قويه زي الزمالك دي مخليها الزمالك الشوط الثاني نوعا ما حالته البدنيه بتقع، فالتركيز بيقل، فبيحصل زي اللي شفت المساحات الكبيره. احنا الناس كلها بتقول لك ما تضغطوش، احنا كل تماريننا ضغط، كل التمارين بنشتغل ضغط في نص الملعب، بنشتغل على الضغط على المنافس، لكن انت محتاج وقت تدي فتنس. الاجازه الطويله خلاص اول الموسم دي كانت صعبه جدا. هل يا كابتن حازم النهارده بدايه يعني هتاخد وقت وتكرر، ولا هل دي تجربه؟ انا شايف ان انت تصريحاتك الحقيقه محترمه، ولكن اللي انا مش قادر اوصل له، هل دي تجربه من حياتك وانتهت؟ هل دي بدايه تجربه وهتكملها بعد كده؟ تجربه حلوه، انا مبسوط بالتجربه، زي ما بقول لك انا جربت في نادي الزمالك، نادي كبير جدا، اكبر انديه مصر والشرق الاوسط يعني. لما اشتغل في نادي الزمالك ده شرف بشكل كبير، والله لو جات لي حاجه كويسه تاني هشتغل، خصوصا ان زي ما بقول لك هيبقى ضغوط اقل بشكل كبير، لان انت زي ما بقول لك من دي 1 انت مع اي حاجه غير المكسب الناس تقول لك انت هتمشي بغض النظر مين او فين يعني. فطبعا لا انا يعني مبسوط بالتجربه جدا، والشغل مع اللعيبه في الملعب حاجه جميله جدا، وحاجه محترمه جدا، وحاجه كويسه جدا.
ف لكن بقى هنشوف الدنيا فيها يا كابتن. هل حاسين يا كابتن ممكن ارجع لك تاني بقى الله اعلم. مكانك كابتن متنور. ما هو بقول لك يا كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن احمد من بعد الماتش بيقولوا لي كابتن سيد معوض انا اسف والله وكابتن احمد حسن بيقولوا لي احنا سيد الحفيظ ده كلام. احنا يوم الجمعه ضيوف مع الكابتن حازم في الكوره مع الحياه. انا معاك يا حازم. قلت لهم كابتن حازم ده مكانه يشرف وينور. حبايبي والله العظيم. لا انا طبعا بشكركم، زي ما اقول لك تاني انا بشكر الناس ونادي الزمالك وبشكر اللعيبه وبشكر كل من تعاملت مع نادي الزمالك، بشكر الجماهير قبل الناس كلها لان هي وقفت في ظهرنا وكانت ورايا بشكل كبير. وبنتاسف لو النتائج ما كانتش على مستوى، يمكن زي ما بقول لك مش النتائج. انا كحازم موضوع الاداء، يعني انا مثلا ماتش سموحه ما كنتش متضايق من التعادل لان احنا حلتنا كوره كويس وكنا احسن من كنا بنهاجم. يا جماعه زي كده في ماتش الاسماعيلي لان كنا وحشين، زي جدا النهارده ان احنا وحشين. انا عمر لعيب الكوره عمره ما هيضمن المكسب اساسي، ولكن على تضمن الاداء انك تلعب كوره كويس. ده اللي مضايقني بصراحه جدا، واللي اتمنى يعني ان شاء الله مع كابتن محمد صلاح باذن الله اللي راجل زي الفل وراجل محترم ومدرب كويس جدا ان الدنيا تتحسن معاه، ولو جه حد ثاني ربنا يكرمه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن هل ميدو مع حضرتك؟ لا والله لا، ميدو مش معايا، مش جنبي. مش معايا. هل اتكلمت انت وميدو يا كابتن حازم؟ على ايه؟ يعني بعد القرار يعني اتكلمتوا متفقين على نفس وجهات النظر؟ الدنيا بالنسبه لكم هاديه؟ شايف تصريحاتك الحقيقه يعني كلها هو احنا كان نتوقع ان انت لو فضلت يعني هنمشي ده كده. يعني يا كابتن انتوا بتلعبوا اللقاء النهارده وانتوا عارفين ان في حاله الهزيمه الجهاز هيمشي؟ بنسبه كبيره طبعا. زي ما بقول لك هو ممكن تخسر يا زيد بس تلعب كوره كويس، لكن احنا لعبنا كوره كويس. النهارده الاهلي وفي تصريح كان كويس جدا، عنده لعيبه عندها خبرات بتاخد على الكوره كويس. في جيب بعد ما تستعجل. طب حازم كابتن طارق يا حازم. انا مش سامع. كابتن طارق معاك. اتفضل يا كابتن طارق. حازم، طب انت في الملعب، يعني انت كنت في الملعب ومع اللعيبه الفتره اللي فاتت دي كلها، هل في اسباب للمستوى اللي انت عندك؟ شايف اسباب؟ انا مش شايف اسباب يا كابتن. يعني نادي الزمالك كان عامل ليه كده؟ زي ما انا بقول لك احنا بنتمرن، يعني لو سالت كنت يعني عارف الناس في نادي الزمالك انا سهل قوي تسال. كل تماريننا على الضغط، كل تماريننا انك ما تسيبش مساحات، انك دايما تلعب تحت ضغط كويس، ان انت تضغط على الخصم ما تسيبش مساحات. كل تماريننا كده يا كابتن انك تلعب على البوزيشن. هو ميدو ليه تصريح قال ان بعض اللعيبه في نادي الزمالك، انا مش عايز اتكلم على اللعيبه عندها خوف شويه الماتش النهارده، يعني كانوا خايفين من لعيبه يعني. لا انا بشوف هو الموضوع بدني بيقل التركيز بشكل كبير. انت بتبتدي كويس وبتنزل مع الوقت يا كابتن، وده انا بشوفه ان هي ناحيه بدنيه بحته، لان انت دايما بتبتدي الماتش كويس جدا والتركيز بيقل معاك الشوط الثاني بشكل طبيعي. يعني الجون الاولاني تركيز سهل قوي ان انا اقف اعمل فاول، ولكن هو التركيز غاب شويه. الجون الثاني برضه ما فيش ناس مندفعه زياده عن اللزوم، وزي ما بيحصل زي ما بقول لك التركيز بيقل بسبب الجهد البدني اللي بيبقى ضعيف شويه. لكن انا اللعيبه كلها بحترمها وبحبها جدا ولعيبه زي الفل. انا ما اتمنى ما اقولش الناس تهري بقى في اللعيبه، وانت لسه انت لسه ما عندكش الدور الاول، لسه هنلعب الاتحاد اخر ماتش دول. اتمنى من الناس انها تشفق على اللعيبه شويه، لان اللعيبه دي اللي خدت دوري الكاس، اللعيبه دي اللي كانت في بدايه الناس بعد 10 سنين، اللعيبه دي اللي مكمله معاك. فما ينفعش نقعد نموت في اللعيبه وده ما عندوش فكره وده ضايع وده لازم يمشي. يعني واحد زي معروف يوسف ده، انا عايز اقول لك حاجه، الناس كلها بتهاجمه. معروف يوسف احسن واحد في ماتش النهارده. معروف يوسف ما اعرفش كنت انا شايف صح من تحت، انتوا بتشوفوا حاجه ثانيه الله اعلم. معروف يعني النهارده جهد غير طبيعي، راجل تكتيكي عالي جدا بيلعب زي ما الكتاب بيقول. الراجل ده لو مصري اعتقد كان حالته او الناس تقديريا هيكون في حته ثانيه خالص. زي ما بقول لك انا نفسي بس جمهور الزمالك يعني يهدى على اللعيبه شويه. يوفنتوس في اول 10 ماتشات في الدوري كان متاخر من المركز ال 17 ولا 16، لكن الناس وقت وراه وخصصت فيه. فهي اللعيبه عايزه تحس بالثقه دي مع الهزيمه اكتر منها وانت بتكسب، لان اوحش حاجه يا كابتن طارق ان انت وانت بتكسب انت مش عايز حد يقف جنبك، لان انت خلاص انت ادائك وشغلك بيتكلم عنك.